تفاصيل في الحلقه الثانيه من سولو ليفلنج ممكن ما تكونش خدت بالك منها الجزء الثاني. اول حاجه وجند التلج اللي هو باروكا كان بيتكلم مع سونج، كان بيتكلم معاه ان هو كمان عنده نظام بيخليهم يجبرهم ان هم يقتلوا البشر. سونج كان بدا يساله في التفاصيل دي ان هو النظام ده زيه وانت كده عشان كده مش شايفني زي البشر عشان كده عايز تقتلني، وبدا يساله في تفاصيل. واول ما باروكا بدا يجاوب بدا يحصل خلل في النظام، بدا يعيد من الاول تاني، بدا يعيد الجمله بتاعت ايه سلم لاصحابك وانا اسيبك، والجمله دي كان قايلها قبلها وبدا يعيدها تاني. في الانمي ما حصلش فيها سبوت قوي فما بانتش قوي، ممكن لو واحد متابع انمي بس ما ياخدش باله منها، انما في المانجا حصل سبوت عليها لوحدها لباروكا وهو بيعيد الزمن بيها وبيعيد الكلام، وسونج وهو متفاجئ بالكلام. حصل سبوت جامد على سونج في المانهوا وهو بيتفرج على اللي بيحصل ده. التفصيله الثانيه، سونج وبعد ما استدعى الظل الجديد اللي هو ايرون قال له الاسم على طول وقال له هسميك ايرون. في المنهو ما كانش كده، في المنهو كان بسبب ان النظام بيجبره اي ظل هيستدعيه يكون بمستوى فارس لازم يطلق عليه اسم، وما بيستعملوش غير لما بيطلق عليه اسم. فهو سونج كان في المنهو واضح ان هو ما كانش بيحفظ اسامي حد، بسبب ان هو قاعد يتلخبط في اسمه، اسم شو قريب من اسم ايرون بالانجليزي اللي هو نفس المعنى، فقرر يسميه ايرون. وده بالفعل اللي تم، وانه كان لازم اي تصنيف فارس او اي جندي يترقى الفارس لازم يطلق عليه اسم. تفصيله ثالثه ودي حاجه مضايقاني شويه في الانمي، ان هو ما بيجيبش الاشعارات اللي بتيجي من النظام، زي مثلا اشعار انه لازم تسمي الجندي ده باسم علشان تستعمله، او لازم تطلق اسم على الجندي ده. اشعار بتصنيف الجندي انه فارس، ايرون تصنيفه فارس قريب من تصنيف ايجل. نفس الموضوع في الاسلحه، لما خد السلاح في المنهاو كان في سبوت على تصنيف السلاح وقوته والمهارات والحاجات اللي بيستعملها، انما في الانمي ما بيجيبوش الحته دي. فدي تفصيله كنت اتمنى يضيفوها علشان بتبين قد ايه قوه الحاجه، وبتخليك تقدر متابع الحاجه وعارف تفاصيل اللي قدام كمان. مش واخد بالك بقى من التفاصيل دي اكتب لي في الكومنتات، ولو في تفصيله انا نسيت اقولها لي، ولو في تفصيله عايز تسال عليها في سولو ليفلنج اسالني فيها في الكومنتات.